يا اخي شوف شغلك. خلاص يا رشاد، خلينا نشوف شغلنا بالله عليك. عشان لما اضربكم تضربنا كيف يعني؟ ده انا لو اتكرر الثاني. اللي عالم اللي قلبي راضي عليه عمنا كامل. فنان انت مثلا. طب بعد اذنك يا معلم خش. يعني زي كده يا قاسم كله ده يطلع منك. يا عم الابوس الله مرحبا يا عم الحاج، الله يبارك فيك. اي عاملين؟ بقول لك ابوي، النهارده رحت الجمعيه عشان اجيب الكيماوي، قالوا لي لازم تجيب ابوك. حاضر يا كامل يا ولدي، والصبح ابقى اروح. طبعا يا ابوي البركه فيك. طب ينفع يا ابوي كل مره اروح اطلع كيماوي او اقضي اي مصلحه يقولوا لي هات ابوك قدام الناس؟ زي العيال الصغيره. طب ينفع برضه كده يا حاج؟ يعني عاوزين يدلوك يا ولدي عشان انا تعبان. احنا عايزين راحتك يا ابوي. عارف ليه احنا عايزين راحتك يا ابوي؟ ليه يا كامل؟ عشان احنا ما يهمناش في الدنيا دي كلها غير راحتك يا ابوي. يعني انا اهم ولا عيالك يا كامل؟ وده سؤال برضه يا ابوي، انت طبعا. يعني اللي ريحك يا كامل، انا راسي وجعاني. انا مش هقول لك اعمل لي توكيل عشان انت طبيعي مش هترضى. توكيل؟ امال اخوكم راح وين؟ يعني احنا هناك اخونا يا ابوي. وبعدين سيبك من موضوع التوكيل ده عشان احنا مش بنفكر فيه اصلا. كامل انا قلت لك راسي وجعاني والضغط عالي علي. قول لي عاوز ايه يا ولد الله يبارك فيك. عايز الختم والبطاقة يا ابوي عشان موضوع الكيماوي والسلفة، الناس عايزة فلوسها. خذ البطاقة والختم على الفلوس. عاوز حاجة تاني مني؟ في حاجة أخيرة يا ابوي. ايه في تاني يا كامل؟ طول بالك معانا شوية بس يا ابوي. طب قولوا خلصوني. أنا قلت لك قبل كده تسريح المباني جاي. ايوه قلت لي قبل كده. وهجي الحمد لله، وها الورق معاي. صح يا كامل؟ بخيت عليكم يا ولدي. الله يخليك يا ابوي، ده كله من خيرك. بس الورق ده عايز بصمتك الحلوة عشان الورق ده كله باسمك وما حدش يقدر يتحكم في مالك غيرك يا ابوي. بس هنجيب بصامة من فين يا ولدي؟ إن كان على البصامة سهلة وموجودة يا ابوي، إصبعك الحلو كده. كده مبروك علينا يا ابوي. تمام يا ابوي. مبروك؟ ايه هو المبروك؟ اقصد مبروك علينا البراءة يعني. خلاص كده يلا عاد امشوا عشان انا عايز انام شوي. ريح ريح يا ابوي، ريح 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 انت يا ابوي. امانة ما عايز حاجة، اجيب لك بطانية. لا انا لما برد هجيب بطانية لوحدي. كوع انت يا ابوي كوع، انا هروح الحق المحامي. بقول لك يا ابوي،
بكحل الدقنة عشان المنظر العام يعني. الحقنا يا كامل، الحقنا يا كامل. هي فيها كمان مالك متصربع كتب. مرتي بتولد. قول يا اخي، انا افتكرت البهام السرقة. بس بيقولوا الولاد متعسرة قوي وفي خطر عليها، وانا بصراحة خايف على المرأة يا كامل. يا راجل لا تطمن، خير ان شاء الله، حتى لو راحت هيجي غيرها. لا يا عم انا مش عاوز طريقة، وكمان أنا فكرت اني اولدها في عيادة. عيادة؟ عيادتي دي كمان؟ ومن مدينة بنولد في عيادات؟ لا يا اخوي العيادة احسن. ياض يا غشيم، العيادة حتاخذ منك كم فلوس، لكن في المستشفى 1000 جنيه تنزل لك عيل، وده غير المستشفى فيها أجهزة حديثة ودكاترة أساتذة. لا يا عم العيادة ابنه. يا ولدي ما تبقاش متسرع، افهم الحريم. الحريم بتحب الفلوس، عشان كده الفلوس هي اللي تجيب الحريم، مش الحريم اللي تجيب الفلوس. يعني عندك أنا مثلا قريب حعملها تاني. يعني انت هتتجوزها على خلاص؟ يخص عليك يا كامل يخص. اسكت يا أخي، المرة دي مش ناوي تجيب لي عيال تاني. يعني انت تتدخل في حكمة ربنا يا كامل؟ لا مش حتدخل، بس يا كمال يا ابو اخوك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واخوك عنده المال ناقصني البنون، وبصراحة المرة دي مش مريحاني. كده من خلف هتسع منك يا كامل. يا عم اسكت، عم خلف قطعت الخلف، وبعدين اللي يزعل ياخذ حقه على جنب. انا لي ولدي وهي ليها منتها، والاصول ما تزعلش، وانا ما بعملش حاجة حرام. طب يلا بينا نحصل قرشان دي. يلا بينا يا عم الحنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحقني يا كامل. هي في يا كمال، مالك؟ بهام سرقت يا المرة راحت يا ربتنا يا كامل، كله راح. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ولدي من نصيبها صبية، إيه اللي حصل؟ ما عرفش، بس دخلت اوضه العمليات وانت مشيت، بس الدكتور ما ردش علي. سالت الممرضه قالت لي بقال الله انت السبب يا كامل، قلت لك نولدها في عياده وانت ما رضيتش. منك لله يا كامل، منك لله. يا أخي بدل ما بتولول زي الولاية، تعال قوم حنشوف نعملية. انا حاس ربنا منتقم منينا يا كامل. عاد هيقعد يقول في حديثه الماسخ ده. يا حبيبي قوم حنلحق الجنازة، كده عيب. طيب اللي بيحصل لنا ده يا كامل نتيجة الظلم. وانت ظلمت مين ان شاء الله؟ احنا الاثنين ظلمنا اخونا يوم ما اتفقنا عليه عشان وحش صورته قدام ابونا. اسكت يا بلا هبل، وما تعليش في حسك بلا جرس، وقوم كده اصلب طولك وبطل نهوط لحسن الناس تضحك عليك، واوعى تهلضم في الحديد كتير. احنا ظلمنا قاسم وحساب ربنا جه، ونحلف كل الحصل لقاسم ده من ورا دارك انت يا كامل. انا يا كمال. ايوه انت يا كامل. احنا الحقد ملانا من ناحيه اخونا، وقدرنا نكره ابونا في قاسم عشان اخوالك الجو انت ابوك، والله وقدرنا نفرق اللمه يا كامل. انت بهيمه يا، وانا بعمل ده كله ليه؟ مش عشان خاطر انا وانت وعيالنا؟ راح عيالنا يا كامل، خلي بالك الدور عليك يا كامل. قال الله ولا فالك، انا مش هاخد عليك عشان انت مش بصوبك دلوقتي. يلا بينا يا ود ابوي، يلا بينا حنلحق الناس، ربنا يهديك.
دلوقتي كمان مش هتبطل الهلديم ده. افرض ابوك سمعنا دلوقتي انت وبتقول قاسم ومش قاسم. راجع نفسك يا كامل، لازم تعرف ان احنا ظلمنا اخونا. يا ابويا يا ابويا، معلش 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 يا حبيبي، ربنا يعوضك بأحسن منهم إن شاء الله. دي حاجة بتاعت ربنا يا ولدي، واحمد ربنا إن هم توفوا بشهر كريم ويا مفترجة. حتى الآية اللي كنت بتمناها من الله راح، كله راح يا أبوي. اطلب من الله يا ولدي ولا تحزن، ويمكن ده يكون عقاب زي ما انت قلت. تعال اقعد يا حبيبي، خليها على الله. اقعد اقعد. كامل، انا عاوزك